هنا خلفي طابور وطوابير كبيرة وكثيفة من النساء يعني التي أبت إلا أن تلبي الواجب الانتخابي. حتى بالنسبة للرجال هناك طوابير يعني كبيرة ومشاركة قوية للشباب الذين أبوا إلى الحفاظ وتلبية النداء والحفاظ على الوطن. نسبة المشاركة بلغت إلى حد الآن بولاية أدرار 47.95%، وهي في تزايد مستمر. والآن نتوجه إلى يعني المواطنات ونأخذ يعني رأيهم في هذه يعني الواجب الانتخابي. سيدتي تكلميني على يعني الانتخاب، على عملية الانتخاب. تفضلي سيدتي. نشكر على هذا الانتخاب. نتمنى على الناس أن ينتخبوا ويعطوا أصواتهم، وشكرا. شكرا جزيلا. الأخت بصفتك يعني بصفتك شابة يعني ورئيس الجمهورية يعني في خطابه يعطي يعني طلب من الشباب الحفاظ على الأمانة، تكلمينا على هذه يعني النقطة وأنت تؤدي واجبك الانتخابي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في هذا النهار مبروك، يعني رانا نأدوا الواجب الانتخابي، ونتمنى كاع اللي ما جاوش يحضروا لهذا النهار يعني، ونتمنى من اللي زعما تقدم في الدوبي انه يكون مسؤول، يتخذ المسؤوليه يعني في هذا اليوم، وشكرا. نعم زميلتي فريدة وزميلي كريم، يعني العملية متواصلة، العملية الانتخابية حسب البيان الأخير يعني، وستتم عملية الفرز في حدود 8 مساء إن شاء الله. يعني هناك حتى الآن إقبال واسع يعني للمواطنين، وسجل العنصر النسوي حضور يعني كبير جدا. هي إذن هكذا هي إذن الأجواء يعني في ولاية أدرار، فرغم ارتفاع درجة الحرارة إلا أن الإقبال كان كبير وكبير جدا. ما زالت الحرارة مرتفعة؟ نعم. ما زالت الحرارة مرتفعة الآن؟ الآن لا، الآن هناك حرارة الإقبال، حرارة الحفاظ على الوطن، حرارة حب الوطن الآن يا كريم، يا زميلي حرارة كريم. نشاطك أيضا. شكرا لك. شكرا جزيلا فاطمة الزهراء فرج الله. نعم. إلى وجهة أخرى للعاصمة، إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، ومعنا من هناك دلال بوطبة. أهلا يا دلال. أهلا فريدة، أهلا كريم. نحن هنا بقاعة العمليات التابعة للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية. في هذه القاعة يتم استقبال كل الإخطارات من قبل اللجان الفرعية المتواجدة داخل وخارج الوطن، لتحول بعدها إلى قاعة المداولات وبالتالي إصدار القرارات والفصل فيها. وإلى حد الآن فصلت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية في كل المسائل التي تلقتها من قبل اللجان الفرعية وبالسرعة المطلوبة، لأن الرهان اليوم هو على اللجنة أن تفصل في كل القضايا التي تصلها آنيا، عكس الأيام العادية التي يمنح لها القانون 72 ساعة للفصل. لا بأس أن نذكر فريدة فقط بأنه علاوة على العمل هنا في القاعة، خرجات ميدانية لأعضاء اللجنة الوطنية للإشراف قمنا بمرافقتهم إلى مكاتب التصويت وكذلك إلى مكاتب اللجان الفرعية للتحقق من عدم وجود تجاوزات تخل بالعملية الانتخابية ضمن قانون انتخابات جديد يمنح كل الصلاحيات ل 316 قاضيا لاتخاذ قرارات نافذة لحماية صوت الناخب، ما دامت الإرادة السياسية كبيرة وكبيرة لإجراء انتخابات نزيهة. شكرا دلال. أكيد سنعود إليك في النشرات الإخبارية لأكثر تفاصيل حول عمل اللجنة. إلى مقر لجنة مراقبة هذه الانتخابات حيث يتواجد الزميل موسى مصطفى باباسا. موسى مصطفى باباسا، كيف الأجواء طيلة هذا الاقتراع في مقر اللجنة؟ مساء الخير كريم، مساء الخير فريدة. الأجواء هنا في مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أجواء من الحركية الدؤوبة منذ ساعات الأولى لانطلاق العملية الانتخابية. اللجنة قامت بتوزيع أعضائها على جميع مكاتب التصويت ومراكز التصويت كذلك، وعملت بالتنسيق مع اللجان المحلية والولائية، وتلقت مجموعة من الملاحظات قال عنها رئيس اللجنة في آخر تصريح له
أنها شوائب لا ترقى إلى الإخلال بسير العملية الانتخابية. فقط أذكر كريم فريدة وفريدة أن العمل أو مهمة الأساسية للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تتمثل في المتابعة والمعاينة ثم اختار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات. على كل حال العمل اللجنة متواصل إلى اكتمال كل العملية الانتخابية، والهدف واحد هو ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاق الذي يجرى اليوم. موسى باباسا كنت معنا على المباشر من مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات والتي تضم ممثلي الأحزاب السياسية. وبين الفينة والأخرى قد نعود إلى وزارة الداخلية لإفادكم مشاهدينا بكل نسب المشاركة المتعلقة بالولايات، ويبدو لي أن الداخلية معنا على المباشر. نصير عيد صالح والتفاصيل معك، تفضلي. نعم كريم، دائما وزارة الداخلية والجماعات المحلية تنهي إلى علم ناخبي البلديات التابعة للولايات المذكورة أدناها بأن ساعة اختتام الاقتراع قد تم تأخيرها بساعة، أي على الساعة 8 مساء. ولاية الشلف جميع البلديات ما عدا بريرة، وادي قوسين، بني بوعاب، أولاد عباس وبني راشد. ولاية بسكرة 12 بلدية. ولاية بشار بلدية بني والنيف. ولاية سمسيلت جميع البلديات. ولاية خنشلة جميع البلديات. وهو التمديد بساعة الذي يسمح به القانون. وسوف نستعرض الآن معكم نسب المشاركة في 48 ولاية المسجلة ما بين 5:30 و6 زوالا. لنبدأ في الأول، لنذكر في الأول بأن نسبة المشاركة الإجمالية قدرت ب 34.95%. لنبدأ من الضرار، حيث قدرت نسبة المشاركة بها ب 47.95%. الشلف 32.16%. الأغواط 48.77%. البواقي 36.41%. باتنا 30.57%. بجاية 21.11%. بسكرة 39.32%. بشار 43.62%. البوليدة 31.82%. البويرة 27.17%. تمنى راست 45.41%. تبسة 41.18%. تلمسان 36.94%. تيار 44.49%. تيزي وزو 15.35%. الجزائر 24.46%. الجلفة 33.41%. جيجل 35.77%. سطيف 37.88%. سعيدة 39.42%. سكيكدا 37.49%. سيدي بالعباس 40.47%. عنابة 38.86%. قالمة 46.50%. قسنطينة 29.0%. المدية 36.29%. مستغانم 35.28%. مسيلة 40.20%. معسكر 37.86%. ورقلة 30.52%. وهران 33.33%. البيض 47.97%. إليزي 41.48%. برج بوعريريج 41.59%. بومردة 26.86%. الطارف 48.61%. تندوف 70.84%. تيسمسيد 41.35%. الوادي 31.19%.
خنشلة 47.88%، سقهرة 39.69%، تيبازا 41.88%، ميلا 33.42%، عين الدفلة 34.37%، نعامة 44.96%، عين تيموشن 43.20%، غردية 33.85%، غليزان 36.69%. هذا لنعود فقط لنذكر أن النسبة الإجمالية التي سجلت ما بين 5.5 والسادسة قد قدرت ب 34.95%. إليكم الخط. شكرا جزيلا نصيرة أيد صالح. إذا أكبر نسبة سجلت إلى غاية الساعة 5 النسبة الوطنية هي 34.95%، وأكبر نسبة كانت في تندوف ب 70.84%. ومعنا على المباشر من تندوف الزميل محمد بخدة. أهلا بك محمد. أعلى نسبة اليوم فيما يخص الولايات موجودة بتندوف. كما عودناكم ننقل لكم أجواء الاقتراع على مستوى المراكز الانتخابية من تندوف. المراكز شهدت إقبال كبير طيلة اليوم وحتى قبل بداية العملية وقبل فتح أبواب المراكز الانتخابية. ملاحظة فقط زميلي كريم، نلاحظ الزائر لمدينة تندوف يلاحظ التحول الكبير الذي عرفته في السنوات الأخيرة. مرافق جديدة استفادت منها شبانية، رياضية، ثقافية وسكنية ومختلف القطاعات، وربما هناك المواطنون يرغبون في المزيد، ولهذا حاولنا معرفة ما هي متطلبات هؤلاء السكان من خلال هذه الاستجوابات مع المواطنين وماذا ينتظرون من هذا الموعد. تفضل أخي إذا كان ممكن تكلم لنا وش كشاب وش تنتظر من المهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نتمنى من هذا الناخبين إن شاء الله أنهم يوضحوا الصورة اللي هي الحسنة للولاية أولا، وثانيا يزيدوا يلتهموا بالشباب والطاقات نتاع الولايه، لانهم هم ان شاء الله الدعم والسند لهذا البلاد ان شاء الله. والى الامام نحاسبكم عند الله، عندنا حاجه نحاسبكم عند الله لانكم انتم المنتخبون. شكرا. بارك الله فيك. انت كشاب الاخ واش تنتظر ربما وكيفاش تشوف مستقبل الشباب على مستوى الجزائر؟ نتمنى من جميع المترشحين هذوما اللي مرشحين رواحهم يفهموا الميساج بيان اللي وصله لهم بوتفليقه في الخطاب تاعو هذاك ويكونوا في الصورة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني حاجة ننتظروها من هذا البرلمان الموقر إن شاء الله الجديد هو إن شاء الله يعني تكريس سياسة الإصلاح اللي أطلقتها الدولة يعني منذ سنوات، وهذا خصوصا ركز على قضية البطالة. يعني ماذا بينا إن شاء الله الدولة تأخذها بعين الاعتبار مع البحبوحة الكبيرة التي يعني وصلت إلى 250 مليار في يعني في العمله الصعبه. ماذا بينا ان شاء الله يهتموا بامتصاص البطاله. الله يوفق. طيب كشاب كيفاش تشوف مستقبل الشباب في ظل التحولات اللي نشوف في المستقبل الشباب درك مستقبل مليح، درك مع كما نقولوا يتولوا للشباب درك يفهموا بلي الميساج بيان اللي بعثوه لهم الرئيس مع الخطاب المؤخر تاعو تاع سيد الرئيس في صيف، بلي المرشحين بلي يتولوا للشباب، يتولوا للشباب كما نقولوا في جميع ما، في العمل، في السكن، في كلش. بارك الله فيك. الشيخ اذا كان ممكن تكلم لنا شويه. الانتخاب هذا عرس وفرحه كبيره للبلاد ولجميع الجزائريين، واللي زاد هذه الفرحه هو خطاب سيد الرئيس، زاده فرحه وزادنا يعني شيء كبير. خطاب الرئيس زادنا الروح الوطنيه. وعندي يعني توصيه للشباب ما يتصنتوش للقنوات نتاع الفتنه وقنوات نتاع الشر، خاطر الجزائر عندها عديان، خاصنا ما نتصنتوش لهم، نشوفوا واش راهم يديروا القاده نتاعنا. بارك الله فيك. شكرا. في بوتفليقه هذا مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جينا اليوم باش نفوتو على لي كونديدا اللي نشوفوهم كومبيتون في الميدان، وان شاء الله كي يطلعوا ان شاء الله
نزيسبيرون ان شاء الله نتحسنوا ان شاء الله. يرك شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا نحن الآن نقترب من نهاية الاقتراع ونسجل بكل ارتياح النسبة التي حققتها ولايتنا في تندوف، وكان من الحوافز المشجعة خطاب الرئيس في سطيف الذي شحذ الهمم في المواطن الجزائري وأصبح مستعدا لأداء واجبه الوطني. شكرا. إذن زميلي كريم، ملاحظة فقط أن تمديد الاقتراع على مستوى ولاية تندوف أضيفت له أيضا ساعة. إذن العملية تنتهي عند الساعة 8، ونوافيكم بصور خاصة بعملية الفرز في حينها. وإليكم الخط. شكرا محمد بخدة، وتحياتنا لكل الذين معك. وتركنا له الكثير تندوف من المجال، لأنه يحق لشباب تندوف ما لا يحق لغيرهم بالنظر لنسبة صحيح. المشاركة الكبيرة 70.84% إلى الساعة 5 فقط. نعم. أعتقد أننا الآن إلى البلاطو المجاور إلى بالفعل. محسن وأميرة كنتما تتابعان الصور، كانت يعني بسرعة فائقة. كان يجب أن نتابع العملية الانتخابية وأنتم تابعتموها أكيد معنا. وشكرا لكما لأنكما كنتما معنا منذ هذا الصباح. النغم الجميل الذي عزف طيلة هذا اليوم الانتخابي كان من سمراء التلفزيون أميرة، ووسيمنا أيضا محسن. نعم، لكما الكلمة الختام. أحلى الكلام في ختام هذه الأمسية، في ختام هذا اليوم المفتوح. كنا معكم حتى ولم تكن هناك يعني دندنات كثيرة في هذا المساء، لكن الفرحة كانت أكبر والنغمة كانت أكبر واللحن كان أجمل من خلال الصور التي كنا نلاحظها في مكاتب الاقتراع، أليس كذلك محسن؟ صحيح أميرة، عشنا كجزائريين كشباب، يعني أنا وأميرة من خلال هذا البلاطو اللي كان من خلال جولنا عبر مختلف ألوان الغناء في الجزائر مع كريم وفريدة وكل مراسلي التلفزيون الجزائري. عشنا أجواء جميلة جدا، خاصة مع الشباب في كل الولايات. كل الشباب سمع صوته، واحنا من خلال هذا البلاطو استمتعنا بأحلى الأصوات الجزائرية على أمل اللقاء في يوم آخر من أيام الجزائر. شكرا للجميع داخل وخارج بلادي. إلى اللقاء. إذا نبقوا على خير ونقولوا إن شاء الله كريم كان يردد الجزائر شعار اليوم الجزائر تنتخب. احنا نختموا دايما بالبسمة باللحن الجميل، والجزائر دايما إن شاء الله تبتسم إن شاء الله. أقول لمحسن، أنت تعد برامج فنية جميلة جدا أنت وأميرة. أرجو منكما أن تجمعا أكبر عدد من شباب الجزائر من كل الولايات. تقدموا لنا إن شاء الله في المستقبل حصة كبيرة يعني تجمع شبابنا بكل مواهبه، ليس فقط في الغناء لكن في تعدد مواهبه. حبينا نشوفوا الشباب الجزائري وهو ينتخب ولكن وهو أيضا يبدع. شكرا لكما. شكرا. نعم. أذكر بالفعل. كنت سأذكر بأن أدرار من الولايات التي مدد بها عمر فتح المكاتب إلى حدود الساعة 8، أدرار كل بلدياتها مدد بها فتح المكاتب. أيضا الفتح مدد أيضا بولايات كثيرة وكثيرة جدا من 543 بلدية على المستوى الوطني. بالفعل تمارس أيضا كل البلديات، تيارة كل البلديات، الجلفة، كل البلديات. يعني فعلا هذا بالنظر للإقبال الكبير والكبير جدا. قسنطينة أيضا هي الأخرى تبقي الأبواب مفتوحة بكل بلدياتها، ومعسكر كذلك كريم. على كل كانت نصير أيد صالح ذكرت كل البلديات المعنية بالتمديد. أقول فقط بأن ساعة تمديد إلى غاية 8 بالنسبة للولايات التي ذكرناها، ونسبة المشاركة إلى الساعة 5 التي أعلن عليها وزير الداخلية كانت 34.95%. أكبر نسبة في أدرار ب 70.84%. في تندوف يا كريم، في تندوف عملية التصويت متواصلة، لذلك لدينا صور من غليزان وبجاية
وورقلة أيضا. يعطيك الصحة. Voilà. À voter, c'est bon. Merci. معليش والو هذه شوارع ورقلة. أذكر أعلى نسبة في تندوف ب 70.84%، النسبة الوطنية إلى غاية الساعة 5 34.95%، في انتظار طبعا أرقام أخرى لأن ساعة تمديد في أغلبية الولايات في 543 بلدية على المستوى الوطني. نذكر فقط بأن بعض الولايات ارتفعت فيها، يعني لو نقارن في هذا الجدول الموجود معنا ما بين 2007 و2012 في ارتفاع كبير في نفس التوقيت، يعني في حدود الساعة 5 حتى في النتيجة النهائية بعض الأرقام أكبر هذا من ما النتيجة كنت النهائية في بعض يعني الولايات. هناك نسب حققت في بعض الولايات في حدود 5.5 تفوق بكثير ما حقق في تشريعيات 2007 في نهاية اليوم الانتخابي. لنأخذ مثال العاصمة الجزائر. العاصمة سجلت في 2007 18.78% كنتيجة نهائية كنسبة مشاركة. الجزائر العاصمة في 2012 إلى غاية الساعة 5 سجلت أكثر من 24%، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالتشريعيات الماضية. معك جيجل أيضا، جيجل في حدود 5.5 سجلت نسبة تقارب 36%، وعام 2007 سجلت بعد انتهاء العملية 27.21% مثلا. وهران التي سجلت في نتيجتها النهائية في 2007 31.98% سجلت نسبة مشاركة إلى الساعة 5 في 2012 33%. معك برج بوعريريج مثلا التي سجلت في أو اليوم نسبة تقارب 42%، فاقت في حدود الساعة 5:30 أؤكد، فاقت النسبة التي سجلت في نهاية العملية الانتخابية العام 2007 وكانت 40.95%. غليزان ارتقت هي الأخرى، النتيجة النهائية المسجلة في 2007 كانت 35.20%، هي 36 الآن فاصل 33% إلى غاية الساعة 5 في تشريعيات 10 من مايو أي اليوم. تيزي وزو سجلت 15 أو أكثر من 15% في حدود الساعة 5، وهي التي سجلت في نتيجتها النهائية 16.17% في العام 2007. كذلك أقدم رقم قسنطينة. قسنطينة كانت سجلت 25.02% في 2007 كنتيجة نهائية، تسجل في حدود الساعة 5 أكثر من 29% لنسبة المشاركة. إذا ما زلنا معكم في هذا البث المباشر من التلفزيون للجزائر وهي تنتخب. البلاد في يديكم يا شباب، البلاد في يديكم، انتم حافظوا عليها الآن، انتم تحافظوا عليها. نودع لكم الأمانة فلا تخونوها، فلا تتركوها لغيركم يلعبوا بها، فلا تتركوها من لا يريد الجزائر خيرا فيعبث بها.
ردوا بالكم يا أولاد، ردوا بالكم يا شبان. J'ai entendu le discours du président Assétif et je sens que j'ai une dette en tant que citoyen algérien envers lui. الناس كاع راه يتربص بينا يا اخي، شفتوا واش راه صاير في العالم، كاع الناس راه يتربص بينا و لا موان دي شوز يخرجوا يفوتيو الناس ما فيها والو. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. أذان صلاة المغرب بتوقيت العاصمة الجزائر وما جاورها. وبالجزائر الحدث الانتخابي هذا اليوم هو تشريعات 10 من مايو التي كانت حدثا وعرسا ديمقراطيا بأتم معنى الكلمة. بالفعل فقد أثبت الجزائريون اليوم وككل المرات السابقات حسهم المدني العالي ووطنيتهم العالية كلما احتاجت الجزائر لوقفتهم، ذلك أنهم يعون جيدا أن الوطن لا يساوم في شيء، من حقه أن يطلب منا كل شيء. بدون وطن كريم تغيب الهوية، وبدون وطن تذل الهوية أيضا ويشوه التاريخ ويحاصر الدين وتدنس المقدسات. الوطن لنا جميعا وهو للأجيال القادمة. قد تختلف الطبقة السياسية وتختلف الأحزاب وتتنوع الأفكار السائدة اليوم في المشهد السياسي الجديد، لكن الجزائر واحدة والوطن واحد والتاريخ واحد، ووصية الشهداء أيضا تظل أمانة في الأعناق. وما يبقى في الذاكرة اليوم، وهذه هي صراحة ما يبقى في الذاكرة، أنه غطينا انتخابات كثيرة لكن لم أرى أنا شخصيا مشاركة للشباب بهذا الشكل وتعبير للشباب بهذا الشكل. فتحية لكل شبابنا الذي شارك في التصويت في هذه الانتخابات، وهي الصورة التي ستبقى في الذهن. ومشاركة المرأة بقوة، والجنوب أيضا الذي كان اليوم بقوة كبيرة، فسجلت تندوف أعلى نسبة ب 70.84. في هذه الأثناء كريم، يعني لا تود أن تغادرنا صور إقبال المواطنين على مكاتب الاقتراع حيث مددت العملية. نعم، إذن هي صور تواصل عملية الاقتراع في الولايات التي مددت فيها ساعة عملية الاقتراع بساعة إلى 8 تحديدا. وبالتالي نذكر بأن نسبة المشاركة إلى غاية الساعة 5 حسب ما حدده وزير الداخلية أو ذكره وزير الداخلية هو 34.95% على المستوى الوطني، في حدود 5:30. نعم، في حدود الساعة 5:30. إذن نعم، إذن هكذا إذن نشكر الصحفيين والتقنيين وكل من قام بالتغطية، خاصة الذين كانوا في الميدان في مختلف الولايات. حاولنا أن نرصد كل صغيرة وكبيرة تخص عملية الاقتراع بمختلف ولايات الجمهورية. سيبقى التلفزيون من خلال نشرات الأخبار ومن خلال برامج خاصة يرصد العملية الانتخابية. ستتابعون أيضا هذه السهرة انطلاق عمليات الفرز على المباشر في بعض المراكز الانتخابية، على أن نعود غدا بحول الله في حوصلة للاقتراع بالكامل من خلال السهرة الانتخابية طبعا. إذن شكرا لمن سبر علينا اليوم وتابعنا طيلة يوم كامل. عشنا معكم موعدا مع التاريخ مرة أخرى، في تاريخ هذا الشعب الأبي وهذا الوطن الكبير. انتخابات اليوم هي ورقة عبور نريدها جميعا نحو مستقبل أفضل لأبنائنا ولأجيال الغد. إلى اللقاء. ميلود مراد بسكرة، جيجان نجوى الخضر قريقة، فاطمة الزهراء بن عرفة ولاية الأغواط. من ولاية وادي سوف هاجر بن كران. نحن الآن متواجدون بمركز التصويت رقم 14 هنا بولاية معسكر. من عاصمة الأوراس باتنا حدثتكم آمنة بعطوش. شهرزاد عكوش مبعوثة التلفزيون الجزائري إلى العاصمة الفرنسية باريس. نور الدين بن عبسة التلفزيون الجزائري غوان. من مدينة تولوز بفرنسا هدى رواب. مونبولييه فتحية بالعالية. بالقرب من مقر القنصلية الجزائرية بسانت إتيان فوزي عيتالي. نبيل حمداش من مدينة أنابومون بشمال فرنسا. صابرينا سالم التلفزيون الجزائري وجدة. من ولاية غليزان نسيمة يعقوبي مبعوثة التلفزيون. سامية عثماني من ولاية عين الدفلة. هي أجواء رصدتها لكم كاميرا تلفزيون في إحدى قرى ولاية تيزي وزوق.
أحبك فوق الظنون بلادي أحبك فوق الظنون وأشدو بحبك في كل نادي في كل نادي يا بلادي أحبك فوق الظنون وأشدو بحبك في كل نادي في كل نادي عشقت لأجلك كل جميل عشقت لأجلك كل جميل وهمت لأجلك في كل وادي في كل وادي بلادي أحبك فوق الظنون. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز احنا هذه بلادنا ما عادش نسمحوا فيها. قدمت باه ننتخب وما نخليش صوتي يروح هكاك. انا واجبي هاني درتو ونستنى في حقي من هذو المترشحين. نتمنوا الخير للبلاد وفيف لالجيري. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يؤدي واجبه الانتخابي بالجزائر العاصمة. الجزائريون داخل الوطن والخارج يدلون بأصواتهم في تشريعيات غير مسبوقة وسط تنظيم محكم وأجواء ديمقراطية. الملاحظون الدوليون يعربون عن ارتياحهم للسير الحسن للعملية الانتخابية وسط تغطية إعلامية وطنية ودولية واسعة. نشرة الأخبار، أهلا بكم. الحدث اليوم إذن وكما تابعتم على المباشر صنعه الجزائريون في انتخابات تشريعية غير مسبوقة. فمنذ الساعات الأولى من نهار اليوم توجه أكثر من 21 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع عبر الوطن لاختيار ممثلهم في المجلس الشعبي الوطني في استحقاق ديمقراطي مميز من خلال الإجراءات التي تم اعتمادها ضمانا للشفافية والنزاهة. هذا وقد أدى صباح اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أدى واجبه الانتخابي بالمدرسة الابتدائية البشير الإبراهيمي بالأبيار بالعاصمة. C'est bon. Combien de parties 45.
خليك لينا ربي يحفظك. ربي يحفظك فيكم والأمان. Monsieur le Président, un petit s'il vous plaît. Monsieur le Président, il veut vous sauver la main. Voilà. Merci. 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 ومع الحدث دائما نتابع أولى الصور أو صور عملية الفرز التي تشاهدونها وأتتنا من ولاية بجاية.
إذا كما تشاهدون هي أولى صور عملية الفرز التي تشاهدونها مباشرة من ولاية بجاية. صور أخرى طبعا متعلقة بعملية الفرز عبر باقي ولايات الوطن 47 وفيكم بها تباعا في نشرة أخبار 8. والآن خالد إلى تجليات المشهد الانتخابي وما صنعه من أجواء استثنائية عبر كامل ربوع الوطن من خلال التغطية الإخبارية والمتابعة الميدانية لمراسلنا. والبداية أمينة من أضرار ومجريات العملية في هذه المراسلة لفاطمة الزهراء بن فرج الله. بوعي كبير أقبل المواطنون بولاية أضرار اليوم على أداء واجبهم الانتخابي على مستوى 97 مركز انتخاب. من أجل الجزائر جاءوا أكثر من 190 ألف ناخب توجهوا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، ولسان حالهم يساند خطاب رئيس الجمهورية. الرجال والنساء والشباب لبوا النداء بولاية أضرار، فصنعوا أجواء انتخابية متميزة من أجل الجزائر. 426 مكتب اقتراع امتلأت عن آخرها بالمواطنين منذ صبيحة اليوم. لم تمنحهم حرارة الطقس من المشاركة بقوة في العملية الانتخابية لتكون رسالتهم لبيك يا جزائر. وإلى أشلف الآن حيث وفتنا مليكة سحقي بالتفاصيل التالية. موزعين على 1486 مكتب تصويت، توافد سكان شلف منذ الساعات الأولى. أنا انتخبت وهذا الانتخاب واجب علينا، واجب على كل جزائري. عندي 8 الأولاد قلت لهم إن شاء الله وما يفوتيش واحد مانيش مسامح معاه. ونطلب من الشباب اليوم وليداتنا الجزائريين الأحرار خلفاء الشهداء نقول لهم يفوتوا ما تخافوش ما تصنتوش للي واحد يكتب. الحاجة الزهراء 78 سنة أخطأت مكان التصويت، ومع تقدم السن قد يكون خطأ مؤرقا لكنها أبت إلا أن تصوت. رسالة قوية من الساعات الأولى من يوم الانتخاب لشعب تعود التاريخ على كتابة بطولاته. الحاجة روح نقول لك وين كان حتفوتي. وعن سير العملية الانتخابية بولاية الأغواط وفانا عيسى التومي بهذه التغطية. صبيحة يوم الاقتراع كان كل شيء جاهز على مستوى مراكز التصويت 102 بولاية الأغواط. طوابير من الناخبين أتوا جماعات وفرادى للإدلاء بصوتهم على قلب رجل واحد. شبابا نساء وشيوخا لبوا نداء الواجب، وكلهم ترقب لما ستفرزه هذه الانتخابات التشريعية من تغيير يمهد لمرحلة جديدة في عمر الجزائر. والله أنا فرحانة، انتخبت الحزب اللي نظن إن شاء الله يكون تحت حسن ظن الشعب، وإن شاء الله يكون معاهم. يوم هو عيد وطني بالنسبة لكل الجزائريين بغض النظر عن الأحزاب. نتمنى إن شاء الله يكون الأحزاب عد كلمتهم وينفذوا وعودهم، مش تكون حبر على ورق. نعطوا فرصة إن شاء الله لهذا المنتخبين الجدد اللي من أجل التغيير إن شاء الله. وزيد حفزنا خطاب رئيس الجمهورية. الهيئة الناخبة كانت على موعد مع اختيار ممثلها في البرلمان من بين 42 قائمة مشكلة من أحزاب سياسية وأخرى حرة تتنافس على 6 مقاعد. مجريات التصويت بأم لبواق نتابعها مع عيسى طروب. وعي كبير بأهمية الحدث الانتخابي وحضور غير متوقع ميز جل المكاتب ببلدية أم البواقي. في نظرة عجلة ومن الساعة الأولى لافتتاح مكاتب التصويت هذا الصباح شهدنا توافدا كبيرا للمواطنين من مختلف الشرائح والأعمار لاختيار ممثليهم في البرلمان المرتقب. جيت ننتخب كأي مواطنة جزائرية بربي نمد صوت تما الراجل المناسب في المكان المناسب. ننتخبوا ونديروا الواجب تاعنا وتما مرحبا باللي جا. المهم حنا يعدلوا لنا تما يلبيو لنا الطلبات نتاعنا ويحققوا لنا الامل نتاعنا. ان شاء الله نفوتوا على الجزائر وتحيا الجزائر وتحيا الشبيبه وان شاء الله يبدلوا لنا مستقبل ان شاء الله. اجواء المماثله بولايه باتنا رصدتها لنا امنه بعطوش.
هذا هو الشعب الجزائري يقف اليوم وقفة رجل واحد في عاصمة الأوراس باتنا ليلبي نداء 10 ماي. جميع شرائح المجتمع توجهوا منذ الساعات الأولى بقوة إلى أكثر من 1000 مكتب تصويت موزعة على 381 مركزا في ظروف غطتها الشفافية والنزاهة وسط حضور للمراقبين واللجان الانتخابية. جيت اليوم راح نفوتي باش نعطي صوتي ككل الجزائريين، ويعني لأول مرة نحس باللي الفوت هذا راهي فيه الشفافية وفيها يظهر لنا ترونسبارونس توتال. وطلب غسيل الشباب الجزائريين باش هذا سنة الوطن، خاطرك الوطن نسن لازم يهرفدن. هيئة الناخبة قدرت بأكثر من 5000 ناخب بالولاية استطاعت أن تعبر أمام أعين العالم أن الجزائر ستبقى شامخة وتبنى بتلاحم مواطنيها. ودائما مع الحدث الوطني بجاية بدورها كانت في هذا الموعد. هشام أكلي. توافد البجاويون منذ الساعة الأولى إلى مراكز الانتخاب للإدلاء بأصواتهم. هي بصمات وضعها هؤلاء لمواصلة بناء الجزائر. إذن هي اللوحة التي رسمها البجاويون اليوم، قالوا كلمتهم بكل حرية ليختاروا من سيمثلهم في البرلمان القادم. صحتك نعين ربي نجوكني لهنا يا ربي زير ان شاء الله فيها تربح، ما كنت تربح لو كل جاي ان شاء الله. وإلى ما طبع العملية الانتخابية بولاية بسكرة في مراسلة مراد ميلود. بسكرة لا تشذ عن القاعدة، وهي الإقبال الكبير للمواطنين على صناديق الاقتراع والذي انطلق منذ الساعة الأولى للعملية، وكان للشباب والمرأة الحضور الكبير فيه. ونتمنى إن شاء الله الحزب المليح والراجل المناسب في المكان المناسب. وتحيا الجزائر. نحبوا الأمان في بلادنا، نحبوا الدنيا كلها تتعدل، نحبوا الراجل الكريم اللي يحكم البلاد بدون يمنى، يزينا من تهميش، يزينا منه. ونتمنى كما يقول لك الجزائر تخدم وتتعدل. نتمنى الشباب يخدموا، اللي ما عندهمش يقوموا بهم، والناس الزواليه اللي ما عندهمش. تحيا الجزائر. الناخبون الذين أدوا بأصواتهم في هذا العرس كلهم يحظوهم أمل وتطلع في مستقبل أفضل وتغيير حقيقي لا يتأتى إلا باختيار ممثلين حقيقيين لهم. الهيئة الناخبة ببشار توجهت بدورها للإدلاء بصوتها في موعد 10 ماي. عبد العزيز بن سالم. البداية كانت بنقل وتوزيع أوراق الانتخابات على مراكز التصويت بولاية بشار منذ ساعات الصباح الأولى، وعند انطلاق العملية بدأت المكاتب باستقبال المواطنين الذين توافدوا رجالا نساء وشيوخا لتلبية نداء الوطن وأداء واجبهم الانتخابي وسط أجواء تنظيمية جيدة ميزها الإقبال الكبير للشباب الذين أرادوا المشاركة بقوة في هذا اليوم التاريخي في رسم المسار الديمقراطي لجزائر الغد. هذه اول مره ان شاء الله نفوت، وان شاء الله ما تكونش هذه التاليه ان شاء الله. هذا راه واجب وطني، ونتمنى ان شاء الله نديروا الرجل المناسب في المكان المناسب. التغطية وفتنا بها فوزية تاج عن سير الاقتراع بولاية البليدة. وفتنا كريم لشمط بهذه المراسلة. قت اليوم ساعة قول كلمة ما يفوق 664 ألف ناخب في اختيار لممثليهم من بين 34 حزبا في عملية اقتراع، حتى وإن تباينت نسب المشاركة على مستوى مراكزها 228، إلا أن الرؤى توحدت في مجملها حول غد أفضل كفلته المشاركة القوية في هذا الموعد الحسم. Et c'est un devoir, on ne peut pas passer un message parce que c'est un devoir et c'est une obligation. ومن حقنا هذه نخدموا الوطن، وهذا الصوت تاعنا لازم شغل كمسؤوليه. احنا شباب انا طالعين من حقنا نديروا الراي تاعنا ونغيروا. ان شاء الله الجزائر تولي للشباب يا الحنونه. هذا نقول هذا. الله يحن القلوب. وان شاء الله يستقيم البلاد.
وما هي إلا ساعات قليلة حتى يحتم الصندوق في الكلمة الفصل لممثلي مواطني ولاية البليدة صناع قرار من يسمع صوتهم. نتحول الآن إلى مقر وزارة الداخلية أين تتواجد الزميلة نصيرة أيد صالح، حيث سيتدخل وزير الداخلية والجماعات المحلية لإعطاء تفاصيل طبعا متعلقة بالحدث الانتخابي وسير العملية والمعطيات الرسمية. إليك نصيرة. شكرا خالد. نعم، نعلمكم فقط أن البلديات المعنية بالتمديد إلى غاية 8 مساء عددها الإجمالي يقدر ب 629 بلدية، وآخر المعطيات قد تأتيكم في حدود الساعة 9:30. إليكم الخط. شكرا جزيلا لك نصيرة. طبعا سنعود لك في وقت لاحق طبعا لنقل كل ما يتعلق بمجريات الحدث أو النتائج المتعلقة طبعا بالعملية الانتخابية. متابعتنا لسير العملية عبر ولاية الوطن مستمرة. إليك أمينة. نواصل إذن خالد رصد الأجواء الانتخابية عبر كامل التراب الوطني ومن لبيرة وعلى غرار باقي الولايات كانت في موعد 10 مايو. إلياس خديجي. أبناء ولاية البويرة توافدوا على صناديق الاقتراع بقوة وأثبتوا على غرار كل الجزائريين أنهم موجودون دائما لخدمة الوطن ولا مصلحة فوق مصلحة الجزائر. فخامة رئيس الجمهورية قالنا فوتو يا خويا معاه للممات، انا فوتي وانا لا كونسيونس ترانكيل، ونقول له ارفض راسك انت يا با، ماشي حنا رفضنا رسالنا اترافير لوي، وان شاء الله ما يكون غير الخير. ان شاء الله تنجح بلادنا لينا احنا الكبار ونخلوها للصغار ونخلوها لولادنا ونخلوها لخوتنا، وان شاء الله تكون كبيره الجزائر في كل عالم تكون كبيره. فئة الشباب حاضرة كعادتها مطمئنة الجميع على التحلي بروح المسؤولية والوطنية. الناس راهي مورانا بزاف اللي حابت لنا الشر، احنا ان شاء الله نخدموا باش يكون الخير في هذه البلاد. نتمنوا الخير للبلاد وفيف لالجيري. العرس متواصل وتبقى أعياد الشعب من أعياد الجزائر. التغطية متواصلة إلى تمن راس حيث رصدت لنا عفاف النوح هذه الأجواء. أبناء تمن راس دائما في المقدمة عندما يتعلق الأمر بالواجب الوطني. تحيا بلادنا الجزائر ونفوضوا على حساب بلادنا الجزائر وتصلح بلادنا الجزائر. جينا باش نبرهنوا للعالم كله باللي الشباب الجزائري واعي بالمسؤوليه باش يقدر يوصل باللي الجزائر ما تستحقش واحد يوجهها، وهي راح توجه الشباب نتاعها راح يقوموا بها ويوجهوها ان شاء الله. هذه الصور أبهرت الملاحظين الدوليين. Nous avons surtout remarqué un grand élan d'enthousiasme parmi la population. Nous avons remarqué beaucoup de fierté aussi à voter. Nous avons remarqué un grand engagement des femmes aussi dans le processus démocratique. Et nous avons aussi remarqué une très belle organisation. فخر لا تصنعه إلا الجزائر. ومن تمر راس خالد نتحول إلى مجريات الحدث الانتخابي بولاية تبسة في مراسلة نصر الدين بوشعيب. منذ ساعات الصباح الأولى عرف مركز 4 مارس كباقي المراكز الانتخابية بتبسة عرف إقبالا كبيرا للناخبين لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد، حيث أدى حوالي 413,900 ناخب واجبهم في ظروف حسنة. فوتي إن شاء الله، هذا واجب علينا وحق ما لازمش نسلموا فيه. انتخب عليك كاش ما خدمة بلاحة. أنا في صدد التخرج، ماذا بيا يعني نلقى خدمة في أسرع وقت. ولادنا لازم نخلوا لهم من بلاصة الشباب، نحن الكبار يزي انتهت. عملية التصويت تمت تحت أعين ملاحظين دوليين وممثلي بعض الأحزاب. العملية الانتخابية لحد الساعة راهي ماشية في المستوى المطلوب، ما كانش تجاوزات، الحمد لله. الأجواء الانتخابية بولاية تلمسان نتابعها مع غوث شقرو. وكي تفوت تحس بروحك باللي ودي عندك روح الوطنية. هذا اليوم هو يوم تاريخي لبلادنا، ونتمنى المشاركة تكون قوية وكثيفة باش تكون الصورة تاعنا أمام العالم صورة معبرة. التلمسانيون عدوا هيئة ناخبة تجاوز 630,000 موزعة على 360 مركز انتخاب أطرها أكثر من 13,000 عون. يكونوا رجال والسلام عليكم.
ايوا هذا هو ببساطه يكونوا رجال. الامور عاديه والمواطن راه يلتحق بكثافه في المكاتب السويت وتجري العمليه على حسب القوانين اللي معمول بها. مركز العمليات هذا بمقر ولاية تلمسان ظل مركزا للتنسيق الدقيق بين كل البلديات والدوائر التلمسانية لضمان حسن سير العملية الانتخابية منذ انطلاقها. نحن في اتصال مع هذه قاعة العمليات لمتابعة ظروف سير الاقتراع، نسب المشاركة خلال اليوم، اختتام العمليات، وكذا عمليات فرز الأصوات وإرسال النتائج. التلمساني أدى واجبه وينتظر حقه على يد من سيمثله تحت قبة البرلمان. سير عملية الاقتراع بولاية تيارت في هذه التغطية لإبراهيم سبعون. يحسم سكان عاصمة الدولة الرستمية تيارت اليوم في اختيار ممثليهم للبرلمان. 40 مترشحا ممثلين لأحزاب طرحت برامجها في الحملة الانتخابية من أجل كسب أصوات ما يقارب 513 ألف ناخب من مجموع السكان الذي بلغ 1,000,000 نسمة. ما ميز الفترة الصباحية من هذا 10 من ماي هو إقبال الشباب على مراكز الانتخاب التي بلغت 287 مركزا. أما نسبة المشاركة المسجلة على الساعة 10 صباحا فهي 5.80% بانتخاب 29,742 ألف ناخب، وهي مرشحة للارتفاع في الساعات القادمة. هذا عن سير العملية إلى أولى صور الفرز التي جاءتنا من ولاية البيض. لنتابع. نعود ونواصل مجريات الحدث عبر ولاية الوطن وإلى تيزي وزو ومجرياته بها في مراسلة ويزا العوفي. تمسكهم بوطنهم ترجموه بتوافدهم لصناديق الاقتراع. الرغبة في غد زاهر للجزائر جعلت سكان ولاية تيزي وزو يؤدون واجبهم الانتخابي. التغطية الإعلامية كانت قوية، فالصحافة الوطنية والدولية حاضرة منذ الساعات الأولى من بداية الاقتراع. وفي انتظار صدور نتائج نهائية، مواطنو تيزي وزو كلهم أمل في غد أفضل لهم وللجزائر. الجزائر العاصمة بدورها كانت في موعد الحدث. نعيم نويوات. في قلب أقدم أحيائها الشعبية باب الواد والمدنية وقفنا على إرادة قوية في دفع قاطرة التغيير من أبناء العاصمة. تمنوا أنه الشباب الجزائري يأخذ نصابه، نقول نصاب، يأخذ حقه. الشيء الأساسي اللي نتمناه من البرلمان في هذا العام أنه تحقيق متطلبات المجتمع ككل. مون بوت كو سيت الجيري تكون نوارة وتكون خير من البلدان واحد أخرين. أول مرة ننتخب، إن شاء الله الشبيبة كاع ينتخبوا. درت حاجة لبلادي، حاجة للمستقبل تاعي، حاجة لينا كاع، حاجة مليحة ننتخب. نسقموا البلاد إن شاء الله، منا والفوق إن شاء الله تبان زاهية. ولأن الوطن أمانة في أعناقنا فقد أحسنت هذه الأم صيانة وتبليغ الأمانة لأصحابها. احنا هذه بلادنا ما نعرفش نسمحوا فيها. الجزائر تبقى واقفة بينا حنايا، احنا هما شباب وحنا هما الجيل اللي يجعلها ان شاء الله تتطور. ومادام عندنا رجال في الجزائر سيغ نأمنوا بالتغيير. احنا درجة ونطلعوا هذه البلاد ان شاء الله. هي إذن رسالة العاصمة على امتداد جغرافيتها من الشرق إلى الغرب. ومن مقر اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تلتحق بنا على المباشر دلال بوطبة. دلال، ماذا عن متابعة اللجنة لسير الانتخابات؟
نعم زميلتي أمينة، نحن هنا بالقاعة أو قاعة العمليات التابعة للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية. لازالت اللجنة إلى حد الآن تتلقى إخطارات من اللجان الفرعية داخل وخارج الوطن للفصل فيها. طبعا منذ الساعات الأولى لفتح مكاتب التصويت انتشر حوالي 7000 عضو ما بين قضاة ومساعدين عبر مكاتب التصويت عبر مختلف ولايات الوطن لمتابعة العملية الانتخابية، وهذا مكنهم من تسجيل عدة اختارات تم الفصل فيها بالسرعة المطلوبة. وكذلك حسب أعضاء اللجنة فتلك الاختارات كانت بسيطة ولم تؤثر على السير الحسن للعملية الانتخابية. اللجنة كما ترون تواصل عملها إلى غاية انتهاء عملية الفرز، وقد مكنتها استعمال الأنظمة المعلوماتية الحديثة مثل تقنية الإنترنت من الفصل بالسرعة المطلوبة وفي الأجال المحددة في كل الاختارات التي وصلت هنا إلى قاعة العمليات. من مقر اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات كانت معنا دلال بوطبة. دلال، شكرا لك. وطبعا أمينة، من الإشراف إلى المراقبة نتحول إلى موسى مصطفى بباصة حيث يرصد لنا مجريات أو سير عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية. موسى، ما جديدك؟ مساء الخير خالد، مساء الخير أمينة، مساء خير للجزائر، مساء الربيع الديمقراطي الجزائري. من هنا من مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية عمل اللجنة متواصل وتستقبل الملاحظات التي تأتيها من أو قد تأتيها من الولايات ومن لجان البلدية الفرعية لإخطار لجنة الإشراف بذلك. اللجنة تواصل عملها وقد سجلت مجموعة من الملاحظات. رئيس اللجنة محمد صديقي أكد أنها يعني تجاوزات بسيطة أو شوائب كما قلت قبل قليل لا تؤثر ولا تخل بسير العملية الانتخابية. ستعقد اللجنة الوطنية يمكن بعد قليل أو غدا ندوة صحفية تشير فيها إلى أهم المعطيات التي سارت فيها الحملة أو العملية الانتخابية. فقط أشير إلى أن المهمة الأساسية للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية هي أولا متابعة ثم المعاينة ثم المتابعة وإخطار لجنة الإشراف القضائي بكل ما تلاحظه في الميدان. هذا ما عندي إلى حد الآن خالد أمينة، والتفاصيل في الاتصالات المقبلة أو القادمة. وهو كذلك موسى بباصة، شكرا جزيلا لك. وترقبوا مشاهدينا الكرام نقلا مباشرا من مقر وزارة الداخلية حيث يوافينا طبعا وزير الداخلية والجماعات المحلية بمعطيات رسمية متعلقة بالعملية الانتخابية. تغطيتنا مستمرة لسير العملية في مختلف أرجاء الوطن. ومن خلال مراسلات مراسلين هناك وبالجلفة هي الأخرى كانت في الموعد والتغطية لسهيل بندانية. جرت العملية الانتخابية لاستحقاقات 10 ماي بولاية الجلفة في أجواء تنظيمية محكمة، وعرفت إقبالا واسعا منذ الساعات الأولى من الصباح. هذه العملية تعتبر هذه خاصة للشباب، كما احنا الشباب هذا نهارنا يسمى هذا الاستقلال، يوم الاستقلال تاعنا. أنا انتخبت وندعو الشباب كامل اليوم يتوجه لصناديق الاقتراع، لأنه كاين وجوه جديدة إن شاء الله راح تمثل الولاية، وندعو جميع الشباب باه يتوجهوا بقوة لصناديق الاقتراع، وإن شاء الله يجيب الخير للبلاد. أشير إلى أن المشاركة الفعلية في البناء الديمقراطي لبرلمان جديد كان بوعي كبير من طرف الشباب بخاصة، كما عرفت مراكز الجلفة سير العملية بحضور مراقبي الاتحاد الإفريقي والأوروبي ومراقبي جامعة الدول العربية. كان معكم سهيل بندانية من ولاية الجلفة. وعن سير العملية بولاية جيجل وافتنا نجوى الأخضر قريقة بهذه المراسلة. نسبة مشاركة معتبرة سجلتها مختلف مكاتب ومراكز التصويت بولاية جيجل التي شهدت إقبال المواطنين طيلة اليوم للإدلاء بأصواتهم. فوت واجب وطني، لازم فوتو.
كما كامل الواجبات الوطنيه. مع 10 ماي جينا نديو الواجب تاعنا، ندعو الشباب تاعنا باش يصوت على القائمه اللي حبها هو، وان شاء الله اللي فيه الخير ربي يجيبو. جيت نفوتي البلاد باش تسقم والشعب كامل، ونتمنى ان شاء الله الواحد ينجح. فوتيت الصباح مع الاولين، واجب للغالب لازم نفوتيو. جئنا للقيام بالواجب الوطني، واجب الانتخابات، حتى نفوت الفرصة على من يتربص بالجزائر. الجزائر عزيزة وغالية. بالانتخاب أثبت الجميع بأن المطالبة بالحقوق تسبقها تأدية الواجبات. أجواء ومجريات والحدث الانتخابي بعاصمة الهضاب سطيف يوافينا بها طارق حاجي. حتى قبيل لحظة إغلاق المراكز الانتخابية ظل المواطن بولاية سطيف يؤدي واجبه الانتخابي حرصا منه على المشاركة في وضع لبنة أخرى من لبنات الديمقراطية الجزائرية باتجاه التغيير، وبكل وعي أن هذه المحطة منعطف فارق في التاريخ الجزائري، خاصة على مستوى فئة الشباب التي كانت في المستوى الذي أريد منها، ليبقى بذلك سكان سطيف دائما كما العهد حاضرين في كل المراحل الحساسة في تاريخ الجزائر كما كان أسلافهم. اليوم وش هي أهمية الانتخابات؟ هو بمثابة عرس، فهمني، ولازم كما نقولوا ننتخبوا منا باش خاطرش هذه بلادنا وبلادنا محتاجتنا. نفوتي خاطرش حق وواجب، الجزائر كما تعطينا لازم نمدوا لها، وحنا لازم نخرجوا الناس اللي يمثلونا في البرلمان، سما لي جون واللي ما يعطيش وما يخيرش كيف يحوس يطالب بحقوق، سما حنا نخيروا الناس اللي يطالبونا بحقوقنا. ننتقل الآن على المباشر إلى ولاية تيارت حيث تجري عملية الفرز، نتابع الصور. نعود إلى مجريات الحدث ونتحول إلى ولاية السعيدة في هذه التغطية لبالمهدي بالمهل. مواطنو ولاية سعيدة كانوا في الموعد وسجلوا حضورا قويا في الانتخابات التشريعية للتعبير عن تمسكهم بأداء واجبهم نحو الوطن. احنا رانا نفوتوا بأمر بوتفليقة، راس بوتفليقة. احنا نطلبوا من الجميع ما نحاوش حتى أي حزب، احنا نطلبوا من الجميع يصوتوا. احنا بينا التصويت لهذه البلاد. باه دول وحده اخرى شفنا باللي هذه البلاد رانا غير معها اولادها. احنا نطلبوا كاع الجميع يفوتوا. نطلبوا الحفظ لبلادنا ورئيسنا بوتفليقه. احنا ماذا بينا الانسان اللي نختاروا يكون قد المسؤوليه، والانتخاب واجب وحق علينا تجاه بلادنا، احنا بلادنا الجزائر نبدوها برواحنا. الشباب المتواجد عبر مراكز ومكاتب الاقتراع يطمح بأن تكون رسالته قد استوعبها المترشحون لخدمة الجزائر في أحسن صورة. نتمنوا نختاروا الرجل المناسب اللي يساوي لنا هذه البلاد، وإن شاء الله ربي إن شاء الله يكون إقبال كثيف من طرف الشباب ومن طرف الكهول إن شاء الله يجوا يؤدوا هذه الرسالة. فوطيت درت الواجب نتاعي واللي فيها الخير الله يجيبها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هؤلاء الفرسان الذين يتنافسون على المجلس التشريعي ويعرفون الأمانة ويقدرون حقها، وفي الحقيقة المواطنين لابد لهم أن يعرفوا أن هذه أمانة. 5 مقاعد برلمانية هي الحصة التي ستدخل بها ولاية سعيدة المجلس الوطني الشعبي الجديد. في موعد 10 ماي كانت ولاية سكيكدا تقول الصور التي وافتنا بها ليندا شعبان. الكل كان في الموعد حيث أقبل مواطنو ولاية سكيكدا على مراكز الاقتراع، وكلهم واعيون بأهمية وضرورة المشاركة في هذا الحدث الانتخابي. العملية الانتخابية تواصلت وجرت في أحسن الظروف لتتزايد نسبة التصويت عبر مختلف المراكز ومكاتب الانتخابات. بين
بنظرة مستقبلية واعدة يتطلع أكثر من 500 ألف ناخب وناخبة إلى مستقبل أفضل من أجل تعزيز الديمقراطية الجزائرية. وهذا واجب وحق على كل الجزائريين، ولازم تغيير، ونزيدوا ندعموا الشبيبه لعل يكون فيها خير. نبدا عبد بدي رايه، ما راحش نخرج شغل واحد ما عنده حتى راي، لازم تفوتي باش يبدي رايك، ليسونسيال عطي شي رايك، الا بغى ما يخرجش. وعلى جانب بلادي عليها فوتيت عليها في وجوه العديان اللي وراء الجزائر، فوتينا بدل المراه وراجل طفله وطفل. وإلى سيدي بالعباس حيث رصد لنا طاهر بالعيدوني هذه الأجواء. سيدي بالعباس عاشت الحدث بكل المسؤولية والوعي. سيدي بالعباس وقفت اليوم وجعلت الجزائر فوق كل اعتبار. الذين انتخبوا فرحوا بما فعلوا وكلهم أمل في غد أفضل يضمن للأجيال مستقبلا فيه من المحبة بين أبناء الوطن الواحد ما يكفي الجميع. الله يحفظ وليداتنا، والله يحفظ حكامنا، والله يشجع وليداتنا، الله يغنينا، الله يجيبنا واحد الخير ويكرمنا به ربي ويحفظنا به ربي احنا وليداتنا وبنياتنا. إلى عنابة وما طبعها من أجواء. نور الدين ضروي. بكثير من الوعي وبقدر عال من الطموح في الانتقال إلى مرحلة جديدة في تعميق الإصلاحات وترسيخ القيم، قيم المسؤولية والعدل والقانون وترقية الحياة، انطلاقا من برلمان قوي انتخب مواطن عنابة نهار اليوم. نحب نطمئن رئيس الجمهورية أنه جميع الطلبة راح يتقدموا ويقترعوا، وذلك عدم تفويت فرصة لاقتراع وإثبات للدول الغربية أن الجزائر حصن مانع، لا يمكن أي شخص أو أي دولة المساس بالسيادة الوطنية. لازم نرضيو رئيس الجمهورية، لازم نحققوا إنجازات في هذا الانتخاب، نثبتوا للدول اللي تسنى فينا باللي الجزائر ما تطيحش إن شاء الله. انتخب المواطنون وكلهم أمل في أن يتحقق الأمل. أما الأجواء بقلمة فرصدها لنا محمد الطاهر بوشحر. ما إن استقرت عقارب الساعة على 8 صباحا حتى تدفقت جموع المواطنين بولاية قلمة على مراكز الانتخاب لتدلي بأصواتها. بربي ان شاء الله، بربي ان شاء الله، مادام السيد الرئيس واقف عليها، بربي ان شاء الله تكون فيها حاجه مليحه ان شاء الله. ننتخبوا اول مره تلبيه لنداء فخامه رئيس الجمهوريه، وان شاء الله يكون برلمان على احسن ما يرام. هي المشاركه القويه وحدها كفيله بتحقيق امال المواطنين في التجذير للاصلاحات الجاريه والارتقاء بالاداء البرلماني الى مستوى طموحات الجماهير ومتطلبات التغيير الإيجابي البناء كما أجمعت عليه الآراء. نتحول إلى قسنطينة وما طبعها من أجواء في مراسلة زينب برنوصي. في أجواء مفعمة بالطموحات والأمل إلى غد أفضل، توافد الناخبون بولاية قسنطينة على صناديق الاقتراع لاختيار النخبة النيابية للبرلمان المقبل. جيت باه ننتخب وشدت يعني لعباد بزاف، هكاك فرحت بزاف يعني وتقدمت باه ننتخب وما نخليش صوتي يروح هكاك. جيت نفوتي على بلادي وربي يعيش ان شاء الله رئيسنا ان شاء الله، ويعيش ان شاء الله الشبيبه نتاعنا كامل. نتمنى ان شاء الله اللي يجيو هذو الانتخابات هذه يحققوا مطالب الشباب ويحققوا مطالب الشعب الجزائري بصفة عامة. هيكلة وتأطير المراكز الانتخابية وتوفير المستلزمات الضرورية ساهم في إنجاح مجريات العملية الانتخابية، حيث ارتفعت نسب المشاركة خلال الفترة المسائية، مما يترجم إدراك المواطن ووعيه بأهمية الاستحقاقات في تقرير مصير الجزائر. المدية هي الأخرى لم تتخلف عن الموعد والأجواء بها نطلع عليها مع ملك جازولي.
ولاية المدية تبرهن على مدى الوعي السياسي والحس المدني وأهمية الانتخابات التشريعية، فقال شبابها: الانتخاب أرى بأنه حق وواجب علينا كلنا نحن كشباب، مادام أن الكرة في مرمى الشباب علينا كلنا القيام بهذا الوطن، والقيام بهذا الوطن ليس إلا تتويج العرس الديمقراطي عن طريق الانتخاب. أما من لهم باع في المجال السياسي فيدركون أنه لا مناص من حب الجزائر. هذا الوطن لا نجد غيره. بلادكم هذا بنا بلادكم مزدهرة ان شاء الله وتكون فيها الخير وفيها الامن. هذه هي اللي نطلب منه ان شاء الله. تحية الجزائر وان شاء الله تعيش في ظروف جيدة ان شاء الله، يتوفر كل الامان، الامن، النجاح، كل شيء. هذه الانتخابات وان تعددت احزابها تبقى نتائجها امانة في اعناق من سيستلمون مسؤوليتها. يشهد التاريخ على ذلك ويشهدون على انفسهم. 10 ماي مشاركة وأجواء في مستغانم، في مراسلة حاج أحمد منصوري. في جو سده الشعور بالمسؤولية، مسؤولية الواجب الوطني الذي تدعو إليه المصلحة العليا للأمة والوطن، أدى مواطنو ولاية مستغانم واجبهم الانتخابي. للتذكير 44 تشكيلة سياسية و4 قوائم حرة تتنافس للظفر ب9 مقاعد في البرلمان المقبل. آمال مواطني مستغانم تتطلع كلها نحو أغاد أفضل. وإن شاء الله يكونوا اللي انتخبنا عليهم ويوفوا الوعود تاعهم لينا، ونتمنى الناس اللي فوطينا عليهم هادو يكونوا في حسن المستوى ويردوا الشعب، ونتمنى للجزائر الرقي والازدهار. ونتمنى بلادنا ان شاء الله تولي مليحه، تقعد هانيه. عيالي كما قال لكم التفليقه انا طابلاني باقي هذا الجيل الجاي ان شاء الله. ونتمنى لهذا البرلمان يقوم بالدور تاعه، والثقه اللي دارها فيها الشعب لابد يوفيها. ونتابع الآن أولى صور عملية الفرز والتي أتتنا من تيزي وزو. نتابعها. سير عملية الاقتراع في ولاية مسيلة رصدتها لنا أمال خليفي. حالما افتتحت أبواب مراكز ومكاتب الاقتراع بالمسيلة، توافد الناخبون رجالا ونساء شبابا ومسنين إلى الصناديق للإدلاء بأصواتهم واختيار الأفضل والأكفأ لتمثيلهم. الحمد لله اللي شرفنا ربي وإن شاء الله ولحقنا وإن شاء الله باش نأدوا الواجب الانتخابي نتاعنا، والحمد لله ان شاء الله ربي يعطينا واحد اللي يخدم البلاد ويخدم المسيله تاعنا. وهذا يوم ان شاء الله نهيب بكامل الجزائري انهم يجوا يتقدموا، لانه هذا يوم راح نساهموا فيه لبناء بلادنا ومستقبل بلادنا. وفخامة الرئيس لحنا المسؤولية يعني كشباب، يعني هذا هو بهذا اللوجست هذا، ونبرهنوا أننا شدينا المشهد. الهيئة الناخبة بالمسيلة فاق عددها 553 ألف ناخب موزعين على 1925 مركز ومكتب تصويت منتشر على 47 بلدية. تفاصيل والحدث والمشهد من هناك من معسكر مع فاطمة الزهراء حلفاوي. عرفت ولاية معسكر في هذا اليوم التاريخي والموعد الهام للانتخابات التشريعية حضورا معتبرا لهيئة ناخبة مسجلة ب 500,374 ناخب موزعين على 289 مركز تصويت لاختيار ممثليهم من 39 تشكيلة سياسية لتأدية الواجب الوطني. الظروف الأمنية الحسنة والتأطير المحكم والمراقبة التامة لضمان سير العملية في إطار الشفافية وتكريس الديمقراطية من أجل التغيير، هذا ما يطمح إليه أهل مدينة معسكر. تحول الآن لنتابع صور عملية الفرز. الصور الأولى التي وصلتنا من ولاية تامنراست. نعود
نعود إلى مجريات عملية التصويت وإلى ورقلا والتقرير مصطفى هدهد. بنفس الوعي والحماس تواصلت العملية الانتخابية في ولاية ورقلا. إدراك المواطن لأهمية الانتخابات التشريعية باعتبارها فرصة للتغيير ولبنة جديدة في تعزيز الديمقراطية التعددية ترجمه إقبال كبير للمواطنين ازداد في الفترة المسائية في ظروف تنظيمية جيدة. ولاية ورقلا تحصي هيئة الناخبة تقدر ب 650 ألف ناخب موزعين عبر 629 مكتب انتخابي لاختيار 7 نواب يمثلونهم في البرلمان الجديد. هذا واجب وطني، والاختيار كل واحد يختار اللي يحب. من الواجب لازمني نجي ندير الواجب الوطني. جيت نفوطي باش نأدي واجب الوطن ككل مواطن، ونتمناو الخير للبلاد وإن شاء الله اللي يستاهلها يديها. إلى وهران الآن ومجريات العملية الانتخابية في مراسلة عمارية نهاري. وهران تحصي أكثر من 1,004,732 ناخب توافدوا بقوة على مراكز التصويت البالغ عددهم 262 مركز و2132 مكتب، بحضور المراقبين على سير العملية الانتخابية وممثلي الأحزاب والمؤطرين. فمنذ الساعات الأولى توافد الناخبون للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في مقاعد البرلمان وصنع العرس التاريخي. ولقنا نوقفوا يد وحده كما اول نوفمبر 1954 خرج الشعب الجزائري، ونتمنوا ان شاء الله لين ما ننتخبوهم يمثلون احسن تمثيل في البرلمان ويتفكروا الشعب، يتفكروا الوعود اللي قطعوها للشعب. وحنا مع بوتفليقه كما يقول المثل تاعنا ظالم او مظلوم، رانا معاه ونطلبوا ربي يحفظه لنا ان شاء الله. ربي فرحه على فرحه، ربي يخلي ولادنا ويطلع علامهم والهنا، نطلبوا الهنا لوليداتنا وبنياتنا، كاع بنياتنا وليداتنا نطلبوا لهم الهنا ان شاء الله بباب الخير يتحلوا. هذه بلادنا وبلادكم، ماتوا عليها الشهداء. امين امين امين. ان شاء الله يحفظ الرئيس بوتفليقه ان شاء الله ان شاء الله. العمليه راهي ماشيه على حسب ما يرام، كل امكانيات موفره، حتى المراقبين يعني يشهدوا على ذلك بلي كل شيء راه موفر. ان شاء الله نحن ان شاء الله نتمناو النجاح لهالبلاد ان شاء الله. للعلم الأحزاب السياسية والقوائم الحرة تتنافس على 18 مقعد بالبرلمان. ونبقى في وهران حيث تصلنا الصور والأولى لعملية الفرز. وعلى غرار ولاية الوطن عاشت البيض الحدث الانتخابي. رامي عامر. في ولاية تراوحت رتبتها من حيث المشاركة الانتخابية خلال اليوم بين 2 و3 وطنيا، يتجلى وعي بأهمية كل صوت في معادلة 10 ماي. وفي عمق المشاركة يبرز حرص على تواصل أمانة فعل الانتخاب بين الأجيال أبا عن جد، لأن بالانتخاب تتجدد وجهة البوصلة في رحلة التقدم والرقي. كيف أنا وبابا جدي باش نتعلم كندير فوطي. أولا تعزز الإصلاحات اللي قام بها رئيس الجمهورية وتعزز المسار الديمقراطي وتخلق أبواب جديدة للجزائر باش تزدهر وتخلي الشباب الجزائري ياخذ مسؤوليته. ان شاء الله يا ربي اللي اختارينه يكون فيه الخير للبلاد والعباد. شباب كهول واطفال، رجال ونساء، ابوا الا ان يبصموا بالسبابه تاكيدا منهم انهم لا يزالون على عهد الوفاء للجزائر. إلى جنوبنا الكبير إليزي بالتحديد، حيث وافانا محمد شوقي بونيف بهذه التفاصيل. توافد كبير شهدته المراكز الانتخابية بولاية إليزي لتأدية الواجب الانتخابي، فحبهم وتعلقهم بالجزائر أكدته الإرادة والعزيمة القوية والمشاركة الإيجابية في اقتراع مصيري لتحتل ولاية إليزي المراكز الأولى بنسبة 41.48 على الساعة 6 مساء.
وما لمسناه أيضا المشاركة القوية للنساء اللائي سجلن حضورهن وقلن كلمتهن في عرس الجزائر الديمقراطي. فالمشاركة القوية لأهالي عاصمة الطاسي ناصر إليزي تعكس الرغبة القوية والجامحة للتغيير السلمي وتعزيز مسار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. خطاب في القمة، خطاب كلام ما يقولوا غير واحد كبير. تحية الجزائر. محمد شوقي بونيف طبعا من ولاية إليزي إلى برج بوعريريج وتوفيق عمري. حماسة كبيرة وتوافد أكبر شهدته مختلف مراكز الاقتراع على مستوى ولاية برج بوعريريج منذ صبيحة اليوم. شباب كهول ونساء أرادوا التعبير عن حقهم المشروع وقول كلمتهم في اختيار الأفضل، حيث تجري العملية الانتخابية على مستوى 909 مكتب تصويت موزعة على 34 بلدية في أفضل الظروف. ولأن وعي المواطن وإدراكه كبير بأداء الواجب الوطني وبمسؤولية الاقتراع، فإن صناديق الاقتراع لحد الساعة تشهد إقبالا متزايدا للمواطنين. ونتحول الآن إلى الصور الأولى لعملية الفرز التي تشاهدونها من الجزائر العاصمة. وهذه هي الصور طبعا على المباشر إلى مجريات العملية الانتخابية وأجواء المشاركة في ولاية بومرداس ووهيبة أمصال. أراده الشعب أن يكون موعدا للفرحة والبهجة يجمع كل الفئات الاجتماعية باختلاف اختياراتها وانتماءاتها السياسية. هدفهم واحد ووحيد وهو بناء الوطن الحبيب. بومرداس وبمدنها الكبيرة والصغيرة من دلس إلى حمادي عاشت اليوم يوما وكأنه يوم عيد. الكبير فيهم يريد تسليم المشعل للشباب، والشباب مستعد لرفع التحدي بكل مسؤولية. سير عملية الاقتراع في ولاية الطرف في هذه التغطية لحسن مطاطلة. صباحا كان الحضور قويا للرجال، أما مساء فقد لاحظنا تدفقا كبيرا للمرأة بولاية الطرف. توجهنا بأعداد كبيرة لأداء الواجب الانتخابي على أمل الرفع من نسبة المشاركة في هذه الولاية المجاهدة. ماذا بينا يعني نلقوا الشخص اللي يقبل البلاد ويصلح البلاد، هذا واش معاه نحوسوا نفهموا نحن، نحوسوا حتى عايش مهم واحد صالح. أنا الانتخاب عندي المهم المشاركة، ما كما نقولوا الراجل الصالح في المكان المناسب. وتحية الجزائر، ديما تحية الجزائر. من ناوي يعدلوا البلاد، تحية الجزائر. أتمثلهم إقداما لا محجاما، أتمثله غيورا على وطنه. العملية الانتخابية التي جرت في ظروف متميزة عرفت حضور ملاحظين أجانب وممثلين عن الأحزاب السياسية المشاركة في هذه العملية الانتخابية. من الطرف إلى ولاية تندوف وسير العملية مع محمد بخدة. المسجلون في القوائم الانتخابية بولاية تندوف توافدوا على مراكز الاقتراع قبل بدء العملية بفترات طويلة من أجل الإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم الذين ينقلون انشغالاتهم. 67,000 هو تعداد الهيئة الناخبة، تتوزع على 16 مركز و119 مكتب اقتراع، منها 9 متنقلة تضم 11,000 مسجل عبر بلديتي مقر الولاية وأم العسل. 31 قائمة حزبية تشارك في أطوار تشريعيات 10 ماي، تتنافس على 5 مقاعد في مبنى زغود يوسف لتمثيل سكان المنطقة. المرأة بتندوف سجلت حضورها بصورة متميزة، إذ ومنذ الساعات الأولى لبدء عملية الاقتراع عبرت عن رأيها بكل حرية ومسؤولية. الملاحظ خلال هذا اليوم هو توافد أعضاء اللجنة الفرعية المحلية للإشراف على الانتخابات وتواجد عناصر اللجنة الولائية للمراقبة، وكذا الملاحظين الدوليين من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي داخل المكاتب الانتخابية. ونتحول الآن إلى ولاية عنابة وصور التي وصلتنا عن عملية الفرز.
الحدث والانتخابي في تسمسيل تفاصيله مع سفيان تيسيرة. بحس الوطن وواجب الانتخاب أقبل مواطنو تسمسيل على صناديق الاقتراع. لا بأس بها فوت مليح، المهم على فوت على بلادنا ان شاء الله كاع خيوتنا للجميع ان شاء الله يفوتوا. بحضور الملاحظين الدوليين والمراقبين تتواصل العملية الانتخابية بتوافد متزايد للمواطنين والشباب. ولاية وادي سوف سجلت حضورها في تشريعيات 10 ماي. هاجر بن كران. تلبية لنداء الواجب الوطني توجه سكان وادي سوف نهار اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في البرلمان. أنا في الانتخابات البرلمانية إن شاء الله واجب على كل جزائري وواجب على كل مواطن، وحسينا بعد خطاب رئيس الجمهورية بالله الانتخابات هذه حرة ونزيهة وشفافية وديمقراطية، حسينا بالله راه كانت ديمقراطية حقيقية في الجزائر. الإدارة من جهتها التزمت بتوفير الظروف المناسبة من خلال تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية بغية تمكين المواطنين من حقهم الدستوري في الانتخاب. الانتخاب راهو حقنا، حق كل مواطن باش يمارس الانتخاب وباش ينتخب السيد اللي راهو وهو المجموعة أو الحزب اللي راهو يشوف فيه باللي راهو ثقة. عملية التصويت جرت تحت أعين مراقبين يمثلون مختلف التشكيلات السياسية، وقد أجمع من التقينا منهم على سير العملية وفق القانون في جو هادئ يبعث على الارتياح. من ولاية وادي. والصور التي تشاهدون هي صور من واد سوف، وهي لأولى عملية الفرز. الزميل محمد زمولي رصد لنا أجواء العملية الانتخابية بولاية خنشلة. بولاية خنشلة لم يفوتوا الفرصة وتشبتوا بحق إبداء الكلمة والرأي في من يمثلهم غدا بالمجلس الشعبي الوطني. مراقبون دوليون، مؤطرون، مرشدون ولجان أحزاب كانت حاضرة ب 780 مكتب اقتراع خصصت ل 213 ألف ناخب. دائما نفوتي ان شاء الله تعدل الجزائر وتكون مليحه ويخدموا الشباب ويخدموا الشابات. نفوتي اليوم على الرخاء والمحمود الله. هذه هي الحياه نتاع الشباب، ربي يكمل لكم وين وفاش تمنوا، ربي يجيبها في الصواب. وان شاء الله نفوتيو كلها وتنجح الجزائر ان شاء الله بخير. جينا باش ننتخبوا ونخيروا مرشح باش مرشح في البرلمان اللي راح يهضرنا على الحقوق تاعنا. كتشوف لي جاو يفوتيو كامل، وهذه تسمى هذه ارضنا كما يقولوا. جينا نفوتيو كامل، وقت تشوف الناس جابوا ولادهم باش يفوتيو. إمكانات تنظيمية هائلة مع ضمانات لا حصر لها تبعها توافد كبير من أجل الجزائر. اللهم لك الحمد يا ربي والشكر والنعم. الحدث كما عاشته ولاية سوقهراس في هذه التغطية لسكينة محمود عليان. ككل الجزائريين الغيورين على أرض الوطن وبحس وطني ووعي سياسي كبير، توافد سكان ولاية سوقهراس بقوة إلى صناديق الاقتراع. وانا ما كنتش ننتخب خلاص، غير كي تفرجت على الخطاب تاع رئيس الجمهورية في شطيف خلاني نجي، الروح الوطنية تحركت خلتني نجي نفوتي، بس نتمنى يكونوا عند كلمتهم. احنا بطبيعة الحال استجبنا نداء الوطن، نداء السيد رئيس الجمهورية، خيرنا المشاركة. ان شاء الله الشعب يختار الأصلح، إن شاء الله الشعب يختار اللي فيه مصلحة البلاد، وإن شاء الله نشوفوا في إقبال ما شاء الله. ترك اللي قالها ترى يكون قدها برك، وهذا ما نطلبوا ربي يهنينا برك وربي يخليني رايس. هي 6 مقاعد بولاية سوقهراس يطمح المصوتون أن يستجيب الفائزون بها لتطلعاتهم وانشغالاتهم. أجواء انتخابية بنبض جزائري، هكذا كانت بتبازا، تقول نادية سلطاني.
أرادوا أن يكون هذا الاقتراع بمثابة شهادة ميلاد جديدة لغد أفضل يميزه التواصل بين الأجيال. مواطنو ولاية تيبازا عقدوا العزم على صنع مستقبل الجزائر بتنقلهم إلى مكاتب الاقتراع أفواجا. أرادوا من خلال الإدلاء بأصواتهم اختيار من يمثلهم في البرلمان القادم. هناك من أدى واجبه لأول مرة، وآخر كان دوما وفيا لهكذا استحقاقات. ناخبون أثبتوا وعيا كبيرا بأهمية موعد ربيع الجزائر، وأملهم أن يكون ممثلهم على قدر المسؤولية التي وضعوها فيه. الجزائر إن شاء الله تبقى دائما واقفة، شعار ردده الكثير من هرول لأداء واجبه. واجب صنع الحدث بتيبازا يقابله تفاؤل بثقة وضعت في من سيحمل المشعل ويحافظ على الأمانة. وبعد عملية التصويت إليكم أولى الصور التي وصلتنا من سطيف، وهي صور لعملية الفرز الأولية. مدينة الألف منبع ميلا كان لها صوت للجزائر. ابتسام بجاوي. الاقتراع كان اليوم قضية عائلية بميلا، زانها الأطفال وجملتها زهور حملوها للوطن. أكثر الوافدين على المراكز كانوا شبابا لبوا نداء الوطن حاملين أحلام سنين الأمل القادم. بيان نفوتي باسكو واجب عليا وسيتو لازم كيما على الكبير على الصغير مادام فت 18 لازم نفوتي. انا بور موا هذا واجب عليا باش نفوتي، سي مون بي ما راحش نجيب واحد من برا باش يفوتي، سي مون بي نأدي الواجب تاعي وساي. مريم انتخبت لأول مرة وسليم لم يتخلف، والسبب في ذلك كان واحدا. الحاجة الأولى اللي جيت نفوتي عليها كي سمعت خطاب رئيس الجمهورية من قلبك؟ من قلبي هي تأثرت به بزاف، وهو اللي خلاني نبدل رأيي. مادام الرئيس عيط علينا يبقى لازمنا نقولوا له رانا هنا كوم دي جون، رانا كيما نقولوها شباب قادرين بربي إن شاء الله على المسؤولية. ويبقى الأمل معقودا على من سيختارهم هؤلاء لإتمام ما أنجز. ولاية بشار وبعد أن أدت واجب التصويت، ها هي ذي أولى صور عملية الفرز التي تصلنا من هناك. من عين الدفلة وفتنا سامي عثماني بهذه التغطية. هكذا يلبي الجزائري نداء الوطن الأم، فمنذ اللحظات الأولى للاقتراع توافد الناخبون على 167 مركز اقتراع موزعين على 36 بلدية بولاية عين الدفلة. نحب بلادي، نحب الجزائر. ولأنهم يمثلون حصة الأسد من تعداد الهيئة الناخبة، مفخرة الجزائر شبابها اصطفوا والتفوا كبنيان مرصوص متيقنين من أهمية التصويت والمساهمة في بناء الجزائر. تكون الشفافية مجسدة في هذا الاقتراع، تضافرت جهود كل المشرفين على العملية فضلا عن توفير كل الظروف والشروط الملائمة لإنجاح هذه الانتخابات التي يأمل كل غيور على الوطن المساهمة في خط صفحة جديدة من تاريخ الجزائر عنوانها الجزائر فوق كل اعتبار. إلى أولى صور الفرز بولاية أضرار لنتابع هذه الصور التي وصلتنا. تبسة خالد هي الأخرى في مرحلة عملية الفرز، وهذه الصور الأولية للعملية. الأجواء والصور الحية لعملية الاقتراع في ولاية أنعام في مراسلة نوال صويلح. سكان ولاية نعامة أدوا واجبهم الانتخابي في ظروف اتسمت بالشفافية وتحت مراقبة مشددة بحضور مراقبين محليين ودوليين.
حب الوطن والمساهمة في بناء جزائر قوية في ظل الديمقراطية دفعت بالمواطنين التوجه إلى مراكز الاقتراع بقوة منذ الدقائق الأولى. أملهم الوحيد أن لا يخيب ظنهم في من وضعوا ثقتهم فيهم وصوتوا لصالحهم لأجل حماية مصالحهم والدفاع عنهم في البرلمان القادم. وتقريبا نفس المشهد عبر كامل التراب الوطني ومن عين تموشنت وفتنا فوزية تاج بملامح المشهد. رغبة مواطنو ولاية عين تيموشنت في تكريس مبدأ الديمقراطية والتغيير للأفضل اتضحت من خلال إقبالهم على مراكز ومكاتب الاقتراع منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم. نتمنوا للبلاد حنا تاعنا باش نعيشوا فيها هانيا، والإنسان يستقر المقر تاعه وين يسكن وتكون عنده خدمة تكون نقية وتكون شابة. نتمنى البلاد النجاح للجناس تاعنا كاع كيما راهم، نبغي لهم النجاح ويخصهم يرفعوا ايديهم ويضربوا على بلادهم. والله رانا دايرين فيهم ثقه كبيره حنايا، ان شاء الله باذن الله يخدموا البلاد برك. هذا ما عندنا ثقه كاع فيهم، اللي يخدم مليح. نطلبوا منهم يعاودوا لنا البلاد باسكو درنا فيهم كونفيونس وكاع. اللي جبنا ولد الحلال ان شاء الله اللي يتهلاو في البلاد ويعاونكم ويقدركم ويسهل عليكم ربي. العملية جرت في ظروف جيدة وتحت أنظار مراقبين دوليين وممثلي الأحزاب السياسية لتحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات. هذا عن عملية التصويت، عملية فرز الأصوات، الصور الأولى من ولاية الأغواط. وصور أخرى كذلك عن أولى عملية الفرز تأتينا من ولاية سيدي بلعباس. أمل واحد وحلم واحد، التصويت من أجل الجزائر من عين تيموشنت. فوزية تاج. بهيئة الناخبة بلغت 195,982 ناخب موزعين على 123 مركز انتخاب عبر تراب الولاية. شارك ناخبو ولاية غرداية مع الموعد الهام انتخابات 10 ماي. الناخبون صنعوا الحدث وخرجوا بكثافة نحو صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم والتعبير بحرية لاختيار من سيمثلهم في البرلمان القادم. ظروف تنظيمية محكمة سادت العملية الانتخابية منذ انطلاقها عبر مراكز الاقتراع. إمكانات مادية وتأطير بشري لاستقبال وتوجيه الناخبين إلى مكاتب التصويت وضمان السير الحسن للعملية أمام ممثلي الأحزاب السياسية ومراقبي الانتخابات. أديت الواجب الوطني، وإن شاء الله ندعو كل المواطنين إلى أداء واجبهم الوطني، فهذا واجب وهذا دليل على وعي الشعب السياسي باش يؤدي الواجب تاعو. دينا الواجب تاعنا وماذا بينا نشوفوا دور المرأة وتمثل الحقوق تاعنا والواجبات. يشار إلى أن الانتخابات التشريعية بولاية غرداية تنافست فيها 39 قائمة، منها 33 قائمة حزبية و6 قوائم حرة لتمثيل الولاية ب5 مقاعد برلمانية. سقط سهوا طبعا. التقرير كان أو التغطية كانت عن ولاية غرداية بصوت منصور صباح. نتابع الصور الأولى لعملية الفرز بولاية ورقلة. وهي إذا تتوالى تباعا صور الفرز أو صور الأولية لعملية الفرز، والتي تشاهدون هي من قسنطينة. إلى غليزان وما طبع يوم 10 ماي في مراسلة نسيمة يعقوبي.
هكذا هي الصورة عندما يتعلق الأمر بمصير الجزائر، وهكذا هم الجزائريون عندما يقفون وقفة رجل واحد. شباب، شيوخ، نساء، كلهم أبوا إلا أن يكونوا في الصفوف الأولى لحظة الاقتراع. لا شيء ينقص من عزيمتهم لأداء واجبهم الوطني، واعون بحجم المسؤولية التي تنتظرهم بنظرة مليئة بالأمل والتفاؤل لغد أفضل. كل حال أدينا الواجب الانتخابي تاعنا وفوطينا على المترشح اللي قنعنا بالبرنامج تاعه، ونتمنوا حنا ان شاء الله الانتخابات هذه كاع المواطنين ينتخبوا كما نقولوا حنا الناجح ان شاء الله ولا الفائز يقدم عليه الوطن هذا. وكما فعلها جيل الثورة يوم الفاتح نوفمبر، ها هو جيل الاستقلال يقول كلمته ويبصم على أن الوقت حان لرفع راية الأجداد، كيف لا وحب الجزائر يسري في عروقهم. إنه فعلا درس في الديمقراطية وحب الوطن. هذا إذن عن متابعتنا الميدانية لسير العملية الانتخابية عبر أرجاء الوطن. إليك يا أمينة. كما إذن خالد تواصلت اليوم عملية تصويت البدو الرحل وسكان المناطق النائية عبر المكاتب المتنقلة في 12 ولاية. وليد قادري. أدى البدو الرحل واجبهم الانتخابي بعد أن جابت مكاتب الاقتراع المتنقلة ربوع هذه المناطق النائية والشاسعة على مدار 4 أيام قصد تمكين المواطنين هناك من أداء واجبهم الانتخابي واختيار ممثليهم للبرلمان. الحمد لله جاونا، يعطيهم الصحة ونطيعوا عليه، يعاون الشباب، يعاون السكان، يعاون البدو الرحل، يعاون يخدم كاع الجزائر امام رب العالمين. احنا نطلبوا الله يجيب اللي يصلح كل المجتمع، هذا اللي احنا نطلبوا رب العالمين للشعب وللبدو ولكل حد وكل الجزائر. نهار العيد علينا عيد انتخاب الجزائر، وطالبين ولا ان شاء الله يقويها وينجحها. وفي كل المحطات التي وصلت إليها المكاتب كان الوعي واضحا لدى البدو الرحل من خلال إقبالهم على الإدلاء بأصواتهم ومشاركتهم الواسعة في هذا الموعد الهام. سيدي مرحلة دين إن شاء الله تكون شفيفة وتكون مبروكة. نتمناوها انتخابات إن شاء الله حرة ونزيهة، ونتمناوها نربحوا على جرتها، ونتمناو وجوه رجال اللي يقودونا إن شاء الله ويقودوا هذا الوطن. احنا اليوم جينا نفوتوا في 10 ماي على الشعب الجزائري وعلى الجزائر وعلى اولادنا والشعب الجزائري، واحنا اليوم نتمنوا الصلح لبلادنا. الحمد لله وفات من الانتخاب بادره نزيه الصالح ونطلبوا كامل يصلح لنا الانتخاب في الدولة الجزائرية. وكل أمل هؤلاء أن يكونوا قد اختاروا الأحسن لخدمة الوطن وتمثيلهم خير تمثيل في البرلمان. وبالمهجر وصل أفراد جاليتنا المقيمة بمختلف العواصم العالمية وصلوا أداء واجبهم الانتخابي. وليد زروق. جاليتنا الوطنية بالخارج واستجابة لنداء الوطن صنعت أحلى صور المواطنة عبر توافدها الكبير إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليها بالبرلمان. فرنسا التي تضم منطقتين انتخابيتين عرفت حركية واسعة للهيئة الناخبة نحو مكاتب الاقتراع المتمركزة في أغلب المدن الفرنسية. Pour la jeunesse et pour notre pays et vous savez j'ai un amour et puis je suis vraiment fermée à force de l'amour de mon pays que je n'ose pas sortir les mots. Encore inscrite dans le consulat de Strasbourg et c'était important pour moi de faire le trajet, donc plus de 500 km pour venir voter puisque c'est un devoir citoyen d'une part et puis c'est important de participer un petit peu aux décisions qui peuvent être prises et de se faire représenter par des gens en qui on croit. Jusqu'à hier, je ne voulais pas venir. J'ai entendu le discours du président Assétif et je sens que j'ai une dette en tant que citoyen algérien envers lui.
المشهد نفسه عرفته باقي دول أوروبا كإيطاليا التي شهدت مكاتبها بروما وميلانو إقبالا معتبرا للناخبين الجزائريين، أما بريطانيا فميزتها استمرارية أقوى. شوف الجزائر كي نوارة تاع الورد لي روج ولا حاجة. تحسدفوا عندنا إحساس مليح إن شاء الله. المرة هذه إن شاء الله يكون فيها تغيير. كما يقولوا سمول تشينج ميكس بيج ديفرنس. كما يقولوا الصوت واحد قادر يغير حاجة كبيرة، الإنسان ما يستهزاش. الجالية الجزائرية المتواجدة عبر العالم العربي هي الأخرى أدت واجبها الوطني لتتواصل مع وطنها عبر عملية الاقتراع التي عرفت ظروفا حسنة ليشاركوا في بناء مستقبل الجزائر. حنا سورتو كي سمعنا الديسكور تاع السيد الرئيس سي عبد العزيز بوتفليقه اون ا ديسيدي دالي فوتي داتر ان الجيريان تو ا بار انتيير. ربي يهني الجزائر وربي يهني الجزائريين وربي يهني ويسر بصفه عامه افريقيا الشماليه. انا تحيه للجزائر، نبغي الجزائر الله ينصر العزيز بوتفليقه. انا بلادي الجزائر وخاصها تطلع، وكل عام ننتخب مما يصيفطوا لي نجي ننتخب. راني خليت ولادي وعلى جانب بلادي نطيح في النار. هذا هو الوقت ديال هذا هو وقت الشباب حقيقه. نتمنى كاع الشعب الجزائري فين ما كان في المعمور باش يشاركوا بقوه كثيره، ما يقولوش لا ما نفوتيش، لا ما دارولناش ما فعلولناش، ولا نتمنى باش يفوتيو كاملين. وتحيه الجزائر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد